هذه النشرة من القصر الملكي بالرباط، حيث ترأس اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأول لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات. وتشرف على هذا المشروع الذي يعد إذانا بميلاد أول علامة سيارات مغربية للعموم كفاءات وطنية، ويعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات وتطورها بالمملكة. وبالمناسبة وشح صاحب الجلالة السيدين نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة ناميكس بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد. بعثة الأولى والتفاصيل. مرة أخرى يؤكد المغرب موقع